انتهى اللقاء الأول الذي جمع مساء هذا اليوم بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير واللجنة الوزارية التي تضم إلى جانب وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى كلا من وزير الميزانية فوزي لقجع ووزير الشغل يونس السكوري. واتفق الطرفان على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية. وخلص الاجتماع الذي دام لأكثر من 3 ساعات إلى عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2024. كما تم تحرير محضر رسمي يتضمن ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء اليوم يحمل توقيع الأطراف المجتمعة. وكانت النقابات التعليمية قد اتفقت يوم الاثنين الماضي مع رئاسة الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده ابتداء من اليوم الخميس مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض. بينما اعتبرت التنسيقيات المضربة عن العمل أن مخرجات حوار الاثنين لم تأتي بأي جديد يذكر ولم ترقى إلى مستوى مطالب الشغيلة التعليمية. هذا وسيتواصل الحوار حول تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بإشراف من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تحسين الدخل والزيادة في التعويضات. كما اتفق المجتمعون على توقيف قرار الاقتطاع من الأجور معبرين عن أسفهم بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي طالت أجور الشغيلة التعليمية. وتم أيضا التأكيد على تحديد يوم 15 من يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها. يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات الأخرى خوض إضراب وطني مع تنظيم وقفات احتجاجية للأسبوع السادس على التوالي.